حاجات مهمين جدا لو انت في كليه الطب لازم تعملهم قبل ما تتخرج، وهيساعدوك كتير جدا في حياتك بعد الجامعه، سواء على مستوى الحياه الشخصيه او الحياه الاكاديميه، سواء انت هتقعد في مصر او لو ناوي على معادله وهتتخرج وهتسافر. الحاجات دي مهما كنت مشغول في الكليه لازم تحط في بالك انك على الاقل تبدا في خطوات فيهم وانت في مرحله الجامعه، علشان بعد كده مش هيبقى عندك وقت كفايه انك تعمل كل ده مع بعض. وهبتدي من اقل حاجه في الاهميه لاعلى حاجه من وجهه نظري. السلام عليكم، انا ساره، طالبه طب في القصر العيني جامعه القاهره. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدا. وفيديو النهارده هيكون برعايه GRC جيرمان ريسيرش كلوب، واحده من اقوى المؤسسات لتعليم الريسيرش، بتعاون دكاتره مصريين مع دكاتره في المانيا. وكمان في هديه، فكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه هي. واول حاجه هنبتدي بيها وهي المؤتمرات. مهم تحضر مؤتمرات في وقت الكليه وما تستناش الامتياز او التكليف علشان تروح مؤتمر انت حابه، ده لان وقتك هيبقى محدود في الفتره دي، وهتكون ملتزم بحاجات تانية غير الدراسه، هتكون ملتزم بشغل وهتكون ملتزم بحاجات تانية بعد كده. وعايزه اقول لكم بجد ان المؤتمرات دي واحده من الحاجات الانترستنج والجميله جدا اللي انتم ممكن تعملوها في وقت الكليه، خصوصا في الاقسام ان انتم ممكن تكونوا حابين ان انتوا تنضموا ليها في المستقبل. عامه حضور مؤتمرات لاقسام مختلفه هيخليك تتعرف اكتر على القسم ده وتعرف ايه المستقبل بتاعه. في اجزاء في المؤتمر او توكس في المؤتمر بتبقى ادفانسد، بس اغلب التوكس بتبقى في مستوى الطالب العادي ان هو يفهمها، فبتاخد خبره وبتكتسب معلومات عن البرانش اللي انت حاضر فيه المؤتمر. كمان بتتعرف على ناس زيك عندهم نفس الاهتمام اللي عندك، سواء دكاتره او سواء طلاب، فدي فرصه كويسه جدا انك تبني شبكه علاقات قويه ومفيده على المدى البعيد. وكمان ممكن تروح تتعرف على دكاتره اكبر منك وتاخد منهم الخبره او تستشيرهم في حاجه معينه انت حاببها. وكمان الشهاده اللي انت بتاخدها بعد المؤتمر دي بتبقى حاجه مفيده جدا بعدين لو انت بتقدم على انترنشيب بره، لو انت بتقدم على اي منحه بره، او حتى في المعادله. ده بيدل انك شخص فعال واكتف في المجتمع ومش مكتفي بس في الدراسه الاكاديميه اللي الكليه فرضها عليك. فايده المؤتمرات 3 حاجات: اول حاجه العلاقات، ثاني حاجه المعلومات، ثالث حاجه الشهاده. ثاني حاجه وهي الريسيرش. يعني ايه الريسيرش؟ الريسيرش يعني انك بتلاقي اجابه لسؤال علمي، بمعنى انك تشوف سؤال علمي محدش جاوب عنه قبل كده وتعمل عنه بحث، يعني انك توصل لاجابه. وفي الحاله دي بنتكلم عن الميديكال ريسيرش او الريسيرش في المجال الطبي. وطبعا بيكون معاك في الموضوع ده مجموعه بحثيه، ناس بتساعدك وانتوا بتساعدوا بعض كلكم انكم تلاقوا اجابه للسؤال ده، بمعنى انكم تمشوا على السيستمز او الخطوات بتاعه الريسيرش علشان توصلوا لاجابه معينه. والنتيجه اللي انتوا وصلتوا لها بتساهم في تجديد الجايد لاينز. الجايد لاينز دي هي الستاندرز او الخطوات لاي دكتور في العالم كله بيمشي عليها علشان يعالج مريض بمرض معين، حاجه اسمها evidence based medicine. يا رب اكون وضحت الفكره باختصار، لان الموضوع كبير ومتشعب، والريسيرش في حد ذاته له انواع كتير جدا، ممكن نبقى نتكلم عنه مطولا في فيديو تاني ان شاء الله. الميديكال ريسيرش مهم، وحتى لو مش هتنشر ورقه بحثيه، ولكن الدخول في خطواته بيرتب لك دماغك وبيعرفك ازاي الريسيرش ده بيحصل، لان زي ما قلت هي خطوات سيستماتيك كلنا بنمشي عليها علشان نوصل لاجابه السؤال اللي احنا عايزين نوصل له. تاني حاجه الريسيرش بيخليك تتعلم ازاي تبحث في داتابيز ريسيرش، يعني انك تدور على اجابه سؤال انت عايز تعرف اجابته. لان شطاره اي دكتور بعد كده هو انه يكون ابديتد، بمعنى ان هو يكون دايما محدث نفسه اي ريسيرش جديد نازل في المجال بتاعه علشان يبقى عنده معلومات اكتر ويبقى عنده خبره اكتر. ثالث حاجه الريسيرش بيخليك تتعلمها وهي قراءه البيبر، يعني انك تعرف المعلومه المهمه موجوده فين، انك عايز تعرف الاجابه تروح فين بالظبط، انك تعرف يعني ايه انترودكشن، يعني ايه ميثودز، يعني ايه ديسكشن، يعني ايه الحاجات دي كلها، والبيبرز كون من ايه. رابع حاجه الريسيرش مهم فيها لما تيجي تحضر رساله الماجستير او الدكتوراه او ترقيات الجامعه لو انت هتكمل في مصر. ولو انت ناوي تعمل معادله وتسافر بره، فانك تعمل ريسيرش ده يمكن حاجه اساسيه، وبعض الدول بتطلبها من شروط المعادله، حتى لو مش من شروط المعادله، ولكن اللي بيعمل ابحاث اكتر بيبقى له افضليه على حد ما عملش اي ريسيرش قبل كده، لان دي بقت سكيل مهمه وورلد وايد بين طلاب الطب والدكاتره بشكل عمومي. خامس حاجه بقى انك ممكن تشتغل بيها اصلا كوظيفه لوحدها، او ممكن تكمل في الباث واي بتاع الريسيرش بعد التخرج وتتخصص في الميديكال ريسيرش، حاجه اسمها بوست دكتورال ريسيرشر. ده غير انك ممكن تشتغل فريلانسر اصلا من الريسيرش. كل ما تبتدي بدري كطالب كل ما الموضوع هيبقى افضل واحسن ليك بكتير بعد كده. ودي فرصه كويسه جدا ان احنا نعلن عن سبونسر النهارده، وهي GRC جيرمان ريسيرش كلوب. GRC واحده من افضل المؤسسات اللي بتقدم كورسات في الريسيرش، سواء انت طالب لسه مبتدئ او حتى دكتور ومستواك متقدم. وواحده من اول المؤسسات اللي بدات تعمل ريسيرش عن حاجات كانت لسه مش منتشره ساعتها، وهي AI والماشين ليرنينج واستخداماتهم في تشخيص وعلاج الامراض المختلفه. وانا شخصيا اشتركت
اشتركت معاهم من سنه في بدايه رحلتي في الريسيرش، واستفدت جدا من الشرح السلس والسهل والبسيط والمتدرج، سواء انت لسه بتبتدي اصلا ريسيرش او سواء انت مستواك متقدم، فهم برضه هيضيفوا لك كتير. ما شاء الله عملوا مجموعات بحثيه كتير جدا ونشروا كميه ابحاث كتيره جدا. ده غير ان بعد انتهاء الكورس بتشترك في مجموعه بحثيه هم اللي بيوفروها لك، وبتبدا تعمل الابحاث مع المجموعه دي وتنشر اول بيبر دي. هسيب لكم اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكربشن او في الكومنتات. بدايه النهارده لو انتوا تشتركوا معاهم وبعتوا لهم كوبون الخصم وهو ساره GRC، هيعملوا لكم خصم 40% على سعر الكورس. بصراحه فرصه لا تعوض. ثالث حاجه والاخيره ودي اهم حاجه من وجهه نظري، وهي التطوع. التطوع بيبقى شرط من شروط السفر لدول كتير، او شرط لو انت بتقدم على منحه تعليميه. طبعا ده في بعض الدول مش كلها، ولكن الاغلبيه بتطلب شهادات تدل انك بتعمل حاجات بره اطار الكليه. وعشان نفهم الموضوع ببساطه مهم نعرف يعني ايه التطوع اصلا. التطوع ده نشاط مجتمعي بتعمله بدون اي مقابل مادي، مقابل انك تتبرع بوقتك ومجهودك علشان تقدم خدمه او توفر خدمه لناس تانيين محتاجين. ممكن تتطوع للاشتراك في قوافل طبيه، ودي حاجه ممكن تكون ميديكال شويه. التطوع مش شرط يكون حاجه تبع الميديكال فيلد، يكون تطوع لاي اعمال خيريه تانية، زي انك توزع حاجات على ناس محتاجينها، زي انك تلعب مع الاطفال في بعض المستشفيات، زي انك تساعد في الاعمال المكتبيه والالكترونيه لمؤسسه خيريه. امثله على المؤسسات الخيريه 57 357، مؤسسه بهيه، رساله، المريض انسان في القصر العيني، مؤسسه ابراهيم بدران، وغيرهم كتير. في كمان جمعيه جميله جدا اسمها جمعيه اصدقاء الجدام، وابحثوا عنها ودوروا عنها، فبجد دي حاجه حلوه قوي لو انتوا تتطوعتوا فيها. تقديم للتطوع في اي واحده من المؤسسات دي سهل جدا. بتدخل على الموقع الالكتروني بتاع اي مؤسسه من المؤسسات دي وتدور على قسم المتطوعين وتشوف الشروط، لو مناسبه ليك تقدم فيها، وبعدها بيبعتوا لك ايميل او بيتصلوا عليك وبيقولوا لك انت اتقبلت ولا لا، وتتبع الخطوات بتاعتهم لحد ما توصل انك تكون متطوع رسمي هناك. لما تطوعت في مستشفى 57 357 جالي الرد في خلال شهر او 3 اسابيع، وبعدها باسبوع عملت الانترفيو، وبعد الانترفيو حضرت التدريب 3 شهور في المستشفى لحد الحمد لله ما تم قبولي رسميا بعد 3 شهور. وفي شهر 11 ده هكمل 2 سنين متطوعه بشكل رسمي في مستشفى 57. طيب ليه انا شايفه ان ده اهم حاجه، ان اي حد عنده المقدره والاستطاعه الجسديه والوقتيه ان هو يعمل كده لازم يعملها، لان العمل التطوعي ده مفيد جدا على اصعده كتير جدا وفي جوانب كتير من حياتك الشخصيه او حياتك الاجتماعيه او حتى حياتك الاكاديميه. اول حاجه مفيد في نفسيتك كشخص. في دراسات كتير اثبتت ان العطاء بيولد السعاده وبيزود هرمونات السعاده جوه الانسان وبتخليه احسن. فلما تدي من وقتك او تدي من مجهودك لحاجه تانية بتسعد طفل تاني او بتسعد شخص تاني او بتحقق احتياج حد تاني، دي حاجه بتزود لك سعادتك انت، غير انك بتطلع حاسس بالرضا عن حياتك، بتشوف ان المصائب اللي انت شايفها في حياتك او الصعاب اللي انت شايفها في حياتك دي حرفيا ولا حاجه جنب اقل واحد انت بتشوفه، وبتبدا تبص لحياتك بمنظور مختلف، بتبدا تحس بالرضا وبتبقى ليس ستريس لان انت طلعت طاقه لحد محتاجه وساعدت حد تاني. تاني حاجه بتكتسب سكيلز جديده، بتطلع بره الكومفورت زون بتاعك، بمعنى انك بيطلب منك تاسكات معينه حاجه محدش طلبها منك قبل كده، فبتضطر ان انت تتعامل مع الموقف ده، فده بيخلي شخصيتك اقوى وكمان بتتعلم مهارات جديده. تالت حاجه وهي شهاده التطوع. برضو شهاده التطوع بتفيدك جدا لو انت بتقدم على اي حاجه بره، سواء انترنشيب او بتعمل معادله او بتعمل اي حاجه بره، بتكون مهمه جدا انك تثبت للي قدامك انك عندك انشطه مجتمعيه بره اطار الكليه، بيخلي ليك الافضليه عن اي حد تاني. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى حقيقي انكم تكونوا استفدتوا منه اي حاجه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشترك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تبعتوا للGRC وتاخدوا الخصم ال 40%. وبس كده.